كل سنة وانتم طيبين ودايما متجمعين ان شاء الله ان شاء الله في الخير متسابقين. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بالخير. اللهم بلغنا رمضان واحنا في احسن حال يا رب. زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا من ساعة ما بدأ الشتاء واحنا عمالين نعمل طواجن. النهاردة هنعمل طاجن مختلف جدا بس رائع جدا وطعمه في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. كل عندي فترة قلت بقى كده اعملها بطريقة تانية، كفاية دقيق بقى وكفاية شوي والكلام من ده. قلنا لا، تعالى نعمله طاجن حلو قوي بس هنا في الشتا وفي نفس الوقت يبقى مليان عناصر غذائية الأولانية. طيب عملت ايه؟ خدت عندي كده زي ما انتم شايفين حلة، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي حلوة وحطيت عليها معلقتين كبار من الزيت، وبعد ما سخنت كويس قوي رحت نازله بيها على طول بالفراخ المنقوعه زي ما احنا عاملين قبل كده، مخلين النقع مع بعض كتير، الملح والفلفل الحصى الاسود ورشه الدقيق والليمون وشويه السكر، ده محلول النقع الفراخ. وبعد ما صفيتها كويس قوي اديتها سخنه زي ما انتم شايفين على الجنبين. بعد ما اخدت الصدمه اللي انا عايزاها واللون اللي انا عايزاه نزلت عندي بنص كيلو من البصل، تقطيع زي ما تحبي. عايزة تقطعيه جوليان تمام، عايزة تقطعيه مكعبات تمام، يعني as you like زي ما تحبي. بهاراتي كانت ايه؟ كانت فلفل اسود، كزبرة، كمون، توم باودر، وكمان لو انت معندكش توم باودر ممكن تستبدليه بفصين من التوم او 3، حبهان باودر، ورشة جوز الطيب ورشة سكر. دي كانت البهارات بتاعتي. طيب والملح حطيت الأول مكعب مرق وقعدت كده زي ما انتم شايفين ان انا ادوبه في الحلة، وبعد كده بدأت انزل بكمية الملح في الاخر خالص، هوريكم امتى بعد ما تدخل كده في سوا شوية. بقلبها من الوقت للتاني المعلقة بقى التيست الجامد قوي اللي هتاخديه، بجد الفراخ بتبقى تحفة جدا مع دبس الرمان، بتديها بقى اللي هو طعم سويت اند ساور، ده بيبقى طعمها رائع جدا. جربوها مش تندموا. حطيت معلقة كبيرة كده من دبس الرمان وبدأت كده أحرك المكونات عندي كويس جدا، وبعد ما اتشوحت كويس معايا الفراخ حطيت عليها معلقة صغيرة مليانة من البابريكا، وخدت طماطماية كبيرة وبشرتها حطيتها عليها، وبدأت كده أنزل بفلفل سبايسي شوية. لو انت مش عايزاه سبايسي برضو زي ما تحبي عادي. بدأت أقلب واحدة واحدة وهغطيها وهسيبها كده على نار هادية خالص تدي وتاخد مع نفسها. انا في المرحلة دي بقى ببدأ احط الملح، بتبقى كده ايه نزلت السوائل بتاعتها واخدت من تشويحة برضو المرقة وكده عشان خاطر تعرفي تظبطي الملح بتاعها. وبدأت أغطيها ووطيتها عليها النار خالص. بعد بالظبط 10 دقايق ده كان شكلها. بدأت بقى أحط الخضار اللي عندي. الخضار اللي عندي كان عبارة عن إيه؟ الخضار اللي عندي كان عبارة عن بطاطس بس مقطعاها مكعبات كبيرة زي ما انتم شايفين زي ورقة اللحمة بالظبط، وكمان الفاصوليا الخضراء كانت حلوة قوي، كنت جايباها فريش، قطعت شوية وحطيتهم. شوية جزر، طبعا انا كنت مفرزاه فروزن. بسلة برضو كنت مفرزاها فروزن. اي خضار عندك بقى، عايزة تحطي كوسة زي ما تحبي، يعني الخضار متوفر عندك حطيه. هو طاجن رائع جدا وبجد كان طعمه خطير وشكله مش قادرة اقولكوا ريحته قلب البيت، ويعني مفيش حد ما شكرش فيه الصراحة. طيب هنخلي بقى الخضار ينزل السوائل بتاعته عادي خالص. بصوا انا محطتش بصوا يعني نتفة مية. خلاص كده اللحمة عندي الفراخ عندي استوت، الخضار استوى، الدنيا تمام. يا دوبك البطاطس تكة بسيطة عليها. هبدأ بقى احطها في الطاجن بتاعي ومسخنة الفرن وهبدأ انزلها في الفرن. شايفين كمية السوائل الموجودة دي نازلة من الخضار.
أهو زي ما أنتم شايفين هنبدأ كده نقلّب، وحطيناها طبعًا في الطاجن بتاعنا، ويالّا بينا نعمل طاجن الرز عشان ندخّل الاتنين مع بعض. عندي هنا كيلو إلا ربع من الرز، يعني يا دوبك عمل لي نُص الطاجن. أنتِ بتعمليه إزاي؟ أنا مش باعاير خالص يا حبايبي، أنا باحط الرز في نُص الطاجن وباقلب عليه اللبن يكون مغطي وش الرز، وبعد ما يغطي الرز بابدأ أزوّد بالمَيّة، والمَيّة تكون سخنة واللبن يكون سخن. حطيت المَيّة كده مكان الكاسرولة بتاعة اللبن، وبدأت كده إن أنا أحط لغاية بقى إيه، أنتِ خلاص الرز كان في نُص الطاجن، أنا بانزّل السوايل لغاية ما توصل لربع، يا دوبك ربع الطاجن بس هو اللي فارغ، يعني أنا باخلّيها كده باملي ال3/4 الطاجن واسيب الربع اللي فوق صغير جدًا كده زي ما أنتم شايفين. لو أنتِ مش عارفة تضبطي المعيار، يعني ممكن تنزّلي صُبعِك كده من الجنب يكون معدّي عُقلة ونُص، كده هيبقى مضبوط جدًا، جدًا، جدًا. بتحطّي بقى عندِك المادة الدهنية، عندِك بقى السمنة، أهم حاجة تحطّي ما تكتريش في السمنة وحطّي زيت ذرة كويس عشان خاطر يفرفر لِك الرز. نزّلناهم خلاص كده وده الشكل النهائي. بُصّوا بقى شكلها، أنا يا دوبك بعد ما أخدت لها كده تلتينة بسيطة كده في الفرن، بدأت ولّعت عليها الشواية، وده كده الرز بتاعي كنا حاطينه في الطاجن بس للأسف ما حصلش نصيب والطاجن طَق، فحطيناه في الصينية. مستنياكم في لايك وشير وسبسكرايب، باحبكم.